في يوم من أيام الصيف الحارة، قامت النملة كما كل يوم من الصباح بكري تجمع في الحبوب وتخبي فيهم في جحرها. العرق يقطر منها والتعب باين عليها، أما تقول في قلبها: صحيح تعبت، أما فصل الشتاء قريب يجي وما نحبش نبقى جيعانة. وفي نفس الوقت الصرار قاعد على جذع شجرة يغني ويعزف كما كل يوم الصباح لليل. شاف النملة وقال لها وهو يضحك: شبيك ديما تجري وتعبى يا نملة؟ برا ارتاح ولا إيش غني معايا، الصيف للفرحة وللعب مش للخدمة. النملة هزت راسها وقالت له: صحيح اللعب والغناء يفرح القلب، أما الخدمة تعمر المخزن، وكل شي عنده وقته يا سرار. الصيف مشى والخريف جاء وبعده فصل الشتاء، ولا الطقس بارد والمطر تصب. خرج السرار يلوج على ماكلة وملقاه حتى شي، لا سنابل ولا أوراق خضراء. الجوع غلبه ومشى يجر في ساقيه للغار متاع النملة. دق الباب وقال بصوت ضعيف: يا نملة، راني جعت وملقيت ما ناكل، عاوني بشوية حبوب باش نعيش. النملة خرجت من الغار وقالت له بحزم: انتي في الصيف غنيت وضحكت، وانا عرقت وتعبت، اما كان تعلمت الدرس نعاونك. جاوبها السرار وقال: عندك الحق يا نملة، نوعدك الصيف الجاي نخدم معاك ونخزن معاك الحبوب. تبسمت النملة ومشيت للغار ومدت للسرار شوية حبوب وغلال يعدي بيهم فصل الشتاء. وبالفعل كرجع فصل الصيف السرار ولا يخدم مع النملة كما وعدها. في الصباح يعاونها ويجمع معاها الحبوب، وفي العشية ياخذ جيتارته ويعمل حفلة صغيرة للنملة والحيوانات الغابة. الحيوانات الكل يغنيوا ويشطحوا. ومن وقتها تعلم السرار درس مهم: اللي لازم يوازن بين الخدمة والجو باش يعيش عيشة مرتاحة.